السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني. انا عايزة لايك بقى للتشجيع علشان النهاردة طالعة فيديو بوريكم الشنط والشوزات اللي انا عملتهم بنفسي. انا من زمان من وانا صغيرة بحب فن الكروشيه وتصميمه وابداعه، فانا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الشغل ده ينتشر، لان شغل راقي والناس كلها تتعلمه، وانا هعلمه لكم مع الوقت وهوريكم ازاي تعملوا شوزات، شنط، ابوات، عشان تدعوا لي بقى عشان تبقى القناه هادفه. والهدف الاساسي اللي انا كنت عاملاه، المحتوى الاساسي اللي انا كنت عاملاه ليها، اني افيدكم بشغلي وتستفيدوا منه. يلا بقى نوريكم الشغل اللي انا عاملاه، وفي موديلات كتير قوي قوي قوي. كل شويه هطلع لكم فيديو اوريكم بعض الشنط اللي انا اشتغلتها. احلى لايك للتشجيع ليس امر ولكن. ده اول تصميم، للشنطه. عامله لها جيب خلفي، عشان احط الفلوس، يتقفل اهو. ادي الشنطه، ايه رايكم؟ فيها ايد صغيره، ثواني بس عشان اعرف اصور، لان انا بصور بايد واحده وليها ايد كبيره، بس طبعا اهو. ده اول تصميم. الشنطه دي انا متصوره فيها في القناه. اوريكم طبعا الشوز بتاعها. ادي الشوز بتاعها، ده بيتلف على الرجل. على فكرة صورة البروفايل بتاعة القناة انا لابسة الشوز ده بيتلف على الرجل ببادج، ده بيبقى على الرجل من ورا، ودي التصميم من قدام. ده اول موديل. هوريكم الشنطة اللي بعدها عشان يبقى فيديو واحد. السلام عليكم. ده موديل تاني اهو، معلش قفلت الفيديو ولقيته علق مني. ده موديل تاني. بصوا الغرز عامله ازاي، بصوا الجمال. الشنط دي بتعيش سنين احسن من الجلد، ولا بتقشر ولا بتنيل، حاجه كده كلاس يلبسها الهوانم. ده بوك عشان احط فيه الفكه، بيتشال طبعا، انا حاطاه في الحلقه دي بيتشال. ادي التصميم التاني. ده ليه شوز، بس الحقيقه ما جبتوش اصوره، لان هو يعني عايز شويه تصليح. الكعب اللزق بتاعه فك، فما حبيتش اصوره وهو كعبه مفكوك. ده تاني موديل. خلاص بصوا بقى، انا عايزه اوريكم الايه، الشوز ده بيعجبني قوي في اللبس. ده شوز تاني برضو انا مصوراه في القناه اهو. بصوا الكعب بتاعه عامل ازاي، بصوا الشغل. دول بيتلفوا على الرجل. ده طبعا لما بتلبس كده اهو، الكعب بيغطي الحته دي. كانت عايزه لزق ايه، سمك. طبعا هو متين، بس الحته دي عايزه لزق، مش مشكله. بصوا دي طريه اهي، بنحط هنا جلده زي بالظبط الجزم العاديه، بتبقى طريه على الرجل. ده خيط طبعا مكرميه، وفي منه صوف، وفي منه ده مخرم، وفي منه ستان. خلاص. في الشنطه دي كنت عاملاها سواريه برضو، مصوراها في القناه. دي شنطه سواريه مفتوحه اهي من جوه، واسعه بتلم. وادي السوسته، عشان انا بصور بايد واحده بساعد نفسي. من جوه هنا عامله ذهبي. وفي موديلات كتير قوي قوي قوي، انا هبقى ايه اصورها لكم وابعتها، يعني ايه هنزلها في القناه. انا عندي كتير، عندي شنطه رصاصي، عندي شنطه بني، عندي شنطه سودا. الاسود ده عاملاه موديلات كتير جدا، دي عينات، لكن انا عامله موديلات فوق الوصف. عامله بوات، هبقى اصور لكم برضو البوات. يا رب الشغل يعجبكم وينول اعجابكم. اهو الشغل بتاعي
يا رب ينول اعجابكم. طبعا مصممين الهاند ميد بيقولوا مصممين ليه؟ لان هو اللي بيختار الموديل وبيختار شكله وبيصمم على اساسه. ان شاء الله هعلمكم فن الكروشيه لانه فن جميل وحلو قوي وهيعجبكم كل الموديلات.